واحلى مباراه وافضل حارس مرمى ولقطه الاسبوع. هبدا بمين؟ شادي ولا ماشي؟ يلا شادي عشان ما اقولش ان احلى هدف مين؟ احلى هدف احلى هدف سعيد مؤمن زكريا بتاع النهارده، ده رقم واحد. ورقم اتنين لازم اقوله سعيد مراد في النادي المصري. ماشي، جون حلو قوي. مؤمن زكريا انت بتقول الافضل، انا عايز حاجه واحده. طب انا مؤمن زكريا، عايز حاجه واحده. مؤمن زكريا مش هتكلم. ماشي. افضل فريق؟ افضل فريق الاسماعيلي والمقصه قدموا احلى كوره. فرقه واحده، انا عايز حاجه واحده. اسماعيلي. افضل مدرب؟ افضل مدرب الاسبوع ده احمد حسامي. افضل حكم؟ افضل حكم انا شايف ابراهيم نور الدين. ابراهيم نور الدين حكم ماتش النهارده طنطا والانتاج الحربي. احسن مدافع؟ احسن مدافع مش عارف بصراحه، ما ركزت بتاعتنا عشان اول مره نقوله، فممكن ادي امبارح دفاع الاسماعيلي برضو كان عمل برضو ماتش، ممكن ادي شريف حازم او سامح الفضيل. طيب احلى مباراه؟ احلى مباراه اتلعبت الزمالك والاسماعيلي رغم ان ما فيهاش اهداف. ممتعه. مباراه ممتعه امبارح. افضل حارس مرمى؟ بص ده الحاجه الوحيده اللي ما ينفعش هقول الثلاثه. شريف اكرامي، عواد الشناوي، الثلاثه. ده الثلاثه تألقوا الاسبوع ده بشكل غير طبيعي. الشناوي شال هدفين او ثلاثه ما فيهمش كلام. نروح لعواد شال هدفين صعبين جدا جدا. النهارده شريف اكرامي ضربه جزاء، لولا ضربه الجزاء كانت مباراه صعبه على النادي الاهلي. طيب لقطه الاسبوع؟ كابتن حسام البدري. اللقطه مع اللي بيتكلم مع الجماهير. مش من حقهم يتدخلوا. المدرب يقعد مين ويلعب مين. انت في مجموعه جماهير كده تقعد تضغط على المدرب، مش ده خرج مش عارف مين، خرج. النادي الاهلي ما بيشجعوش 5. النادي الاهلي بيشجعوا. لا بس انا بتكلم عن الناس اللي موجوده في المدرجات. ما هو كانوا حوالي 20 واحد كده. النادي الاهلي بيشجعوا ملايين. فالملايين لو انا كمدرب مشيت على راي 10 قلت لهم اكتبوا لي تشكيل، هيختلفوا ما بينهم وما بين بعض. سيبوني اشتغل، سيبوا الراجل يشتغل، سيبوه يشتغل، سيبوه يحط تشكيله، وفي الاول وفي الاخر نشوف حصاد في الاخر عمل ايه. فكرتك بايه اللقطه دي؟ ايه والله مش انا قلت لك كابتن حسن شحاته. انا بتاعت عمرو زكي. طيب خلينا نروح لكابتن سامي الشيشيني. احلى هدف مين يا كابتن سامي؟ لا هو مؤمن زكريا. وانا يمكن انا مش عايز خليني ساكت. ماشي. اصل هو بص في الورقه شد غش منك ولا ايه؟ لا ده سعيد مراد دايرها من امبارح. حياه ربنا كنت هديله افضل من مؤمن. انا كنت هديله افضل هدف هو الاسبوع ده هو كاسونجو. لا لما بتاع مؤمن ده هدف عالمي، هدف حلو يعني قوي. واللي استفزني اكتر الجماهير لما عملت كده مع كابتن حسام. سعيد مراد عمل حلو قوي، خدها ابولي على طول. كان حلو قوي. افضل فريق انا شايف النادي الاهلي ان هو النهارده قدر ان هو لا النهارده 3-0 ومتملك الجيم وثلاث اهداف في 8 9 دقايق. كل اسبوع هندي الاهلي. لا ما انا بتكلم افضل فريق، ده الطبيعي. احسن اداء بيعجبك. طبعا. طيب افضل مدرب؟ انا شايف المباراه ميدو حاول لمكسب، فيمكن كان في كابتن طلعت وفي طبعا ايهاب جلال ده من فترات. فالنهارده ميدو حول هزيمته من لتعادل ومن تعادل لفوز، فبالتالي انت انا بديله ميدو افضل مدرب. طيب احسن مدافع؟ محمود حمدي اللي هو محمود حمدي. انا شايفه من افضل المدافعين الموجودين على الساحه حاليا. احلى مباراه؟ اللي احنا شفنا اهدافها. اللي احنا شفنا ما اتفرجناش على وادي دجله. لا بس السيناريو بتاع اللقاء انت بتتكلم 4-3 ده 7 اهداف بتروح وتيجي تروح وتيجي تروح وتيجي. ده مباراه الاسماعيلي والزمالك دي كلها سرعه وقوه. انت قلت مش سيبنا بقى قلنا حاضر سيب الراجل عشان هو غير كان كاتب الاسماعيلي. لا والله ما كتبتش الاسماعيلي خالص. ماشي كنت كاتب دجله اهو. احسن لاعب ابراهيم حسن. احسن لاعب ابراهيم حسن. انا شايفه من افضل لعيبه. بس انت ما تسالش بيه امبارح. افضل حارس مرمى؟ انا قلت الشناوي نمره 1 دخل وراه عواد، وضربه الجزاء اللي صدها النهارده شريف اكرامي ندخل لك ان انا افضل واحد ومستواه عالي جدا وحافظ على النتيجه ان هي تبقى تعادل كان الشناوي. لقطه الاسبوع؟ لا هي ما فيش زي بتاعت الكابتن لان الراجل المصور لو تتذكر في مباراه المصري لما طرد الكابتن حسام حسن، احنا ما حسناش انه طرد لان ما جابش اللقطه خالص بتاعت الكابتن حسام هنا في المدرجات. النهارده مثبت الكاميرا على الكابتن حسام البدري في الثلاث اهداف، واقفه الكاميرا على الكابتن حسام وهو بيتخانق وهو بعد الهدف الثاني وبعد الهدف الثالث. فبالتالي هي دي لقطه اللقاء ان هو بيتكلم. طيب برضه نسيت اسالكم، احنا دايما كل اسبوع بناخد لقطه كده ما عجبتناش في الاسبوع العاشر. في حاجه ما عجبتكش في الاسبوع العاشر عشان نصلحها بعد كده؟ لا احنا ما شفتش حاجه يعني، ما فيش يعني ما شفناش حاجه تذكر، ما فيش حاجه يعني باينه قوي يعني متهيألي يعني. شادي في حاجه في دماغك؟ لا ما فيش حاجه. كل الامور ممكن الوقف بقى بتاع الحكم الرابع ولا المراقب المباراه
يعني دايما اللعيبه والمدربين يتوقفوا، لكن المراقب المباراه يتوقف دي كده لا اتكلم الاسماعيلي والزمالك. طيب اقول انا ولا مش لازم؟ لا اقول. طيب احلى هدف بالنسبه لي مؤمن زكريا، وفي هدف تاني عجبني. لا هو واحد. لا عشان نديله حقه بس، ولد ناشئ اللي بالراس النهارده محمد جمال ميدو بتاع طنطا. ما كان في واحده برضه عارفه السيد مرضى اللي هي اتلعبت برضه في اخر ماتش، في اخر دقيقه حطها هي في المقص بالظبط. فدي تمشي مع دي. افضل فريق بالنسبه لي المقص، بيلعبوا كره سهله وفي جرأه من ايهاب جلال المدرب. افضل مدرب برضه انا ما بين حسام البدري وايهاب جلال وطلعت يوسف، ان الثلاثه بيأدوا بشكل كويس جدا. حسام حسن برضه دخل معاهم، بس حسام حسن ناقصه تواجد في الملعب، ما تقدرش تديله افضل مدرب وهو بره الملعب. وبرضه بدي احمد حسام ميدو ان هو زي ما انتوا قلتوا حول الخساره الى او التاخر الى فوز. احسن مدافع بالنسبه لي محمود حمدي، عامل جيم كويس جدا وكان عليه ضغط امبارح من لعيبه النادي الاسماعيلي. احلى مباراه وادي دجله وامبي. افضل حارس مرمى الشناوي، احنا عايزين برضو ندعم الشناوي عشان يرجع، وبرضو بتبقى صعبه لما بيكون في حارس مرمى غايب بقى له فتره وعليه ضغوط، وكان في اخطاء قبل كده وضده مش عارف الجماهير، وفي ضغوط كبيره، وبعدين يبقى متوازن وواثق من نفسه وشايل فرقتك في وقت معين فيه. في ماتش كان صعب يعني، شال في ماتش طنطا كورتين صعبين جدا، وفي ماتش الاسماعيلي برضو كورتين ثلاثه. مش عايز عشان انا قلت، بس هو حد نجم في مباراه الزمالك واسمها عبد شيكابالا. طبعا شيكابالا كان كويس جدا. وبرضه شريف اكرامي النهارده انقذ فرقته. كان لو 1-0 كان الماتش السيناريو اتغير خالص. فهم في ناس بتظهر يعني بشكل كويس جدا. لقطه الاسبوع نفس الكلام اللي احنا. لقطه الاسبوع بالنسبه لي بقى التليفون اللي ما بين كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن في الماتش اللي فات. لا بس عايز اقول لك تطلع بره للكابتن حسام في المدرجات، تاخد التعليمات من بره. اللعيبه بتقف بره على اساس التعليمات وتنزل تاني. بس اقول لك على حاجه بقى، في لقطه افتكرتها دلوقتي تحفه. الهدف لما كابتن حسام قال له انا عارف انا بعمل ايه للجماهير، في الجون اللي بعد كده بيصالحوه بقى انت صح الجماهير اللي بقت تقول للكابتن حسام على الجون او ايوه. بشكركم، انا اللي بشكرك، استمتعت معاكم واتهلكنا الاسبوع ده. الاسبوع كان ولسه الدوري ده، احنا عندنا شغل جامد جدا الفتره الجايه ان شاء الله. نكون يا رب بس نكون يعني مستمعين مستمتعين معانا بالبرنامج وماتشات الدوري المصري. بشكر كل المستمعين اللي سمعونا الثلاث ايام اللي فاتوا، ونقابل على خير يوم الجمعه اللي جايه بدايه الاسبوع ال11. هنتقابل الساعه 2:15 باذن الله، وهيكون زي ما قلنا في لقاءين يوم الجمعه. هتكون اللقاء الاول الساعه 3:15 زي ما قلنا، لقاء الشرقيه والاتحاد السكندري باذن الله. بشكر كل طاقم العمل في استاد كرة FM. بشكر دينا فايد مخرجتنا النهارده تألقت معانا، وبشكر برضو محمد الصباح اللي متواجد معانا الفتره اللي فاتت. بشكر كل المسؤولين عن الصوت، استاذ سمير ابراهيم. يا كابتن سامي الخرفشه بتاعت الورق مستعجل قوي، ما هنمشي خلاص، ناقص نص دقيقه. استاذ سمير ابراهيم طبعا، ومحمد نور، واحمد امام، وخالد عبد الباسط، ووفاء حامد، مين تاني وعمرو البدري. بشكر كل طبعا الزملاء اللي اجتهدوا معانا جدا الاسبوع الحالي. بشكر فريق الاعداد احمد عبد الهال واحمد عبد العال وهشام محيسن، بشكرهم شكرا جزيلا. محمد عبد الله منسق العام من بروفيشنال ميديا، وهاني عبد المنعم بشكره شكرا جزيلا. مش عايزك تسميها هاني عبد المنعم. بشكر عم ممدوح المتواجد معنا طبعا دايما، وبصراحه بيساعدنا بشكل كبير جدا في طلباتنا في الاستوديو. بشكر كل طاقم العمل، وبشكر المستمعين اللي سامعينا، وان شاء الله نتقابل على خير يوم الجمعه اللي جايه استاد كرة FM ان شاء الله. بدوي يا بدوي شلة سيد يا بدوي، بدوي يا بدوي شلة سيد يا بدوي، فرقتي طنطا فرقة ملوش أونطة، في الملعب رجولة تشكيلنا مفيش غلطة، طنطا يا طنطا صاعدين للفوز يا طنطا، طنطا يا طنطا هنقوم ونشجع طنطا. صالح سليم وصاني من زمان، الأهلي فوق أي حد مهما كان، بطولاتنا هي اللي تشهد علينا إننا نادي القرن، النادي الأهلي ده نادينا. أنا أهلاوي بحارب للسجنة، اسأل عن الدوري يقولك مكانه جزيرة، والسنة برضه كان عاد احنا دوري
هذا البرنامج برعاية عبور لاند. هتعيش ويانا وتتمتع في الماتشات، وهتسمع تحليل من الاخر وفي كل البطولات. عندنا على طول اخبار حصرية من جوه الكواليس، لقاءات من قلب الملعب ومن جوه الاتوبيس. استاد كورة اف ام على 108، استاد كورة اف ام ما تجيبش محطة تانية. استاد كورة اف ام الكل بيجي في ثانية. استاد كورة اف ام مع كريم حسن شحاتة، كابتن سامي الششيني، كابتن شادي محمد. استاد كورة اف ام المنتج الفني بروفيشنال ميديا. خليك كده، ايوه كده، ايوه كده. الشباب والرياضة إذاعة وياك 24 ساعة.